بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الشاعر عادل الشاهين الأسلم الشمري، واليوم حبيت أقول لكم قصتي مع قبيلة عتيبة، هذا القبيلة العربية الأصيلة. صراحة أنا من شمال العراق، وبشمال العراق ما عندنا أي عتيبي، وعمري ما التقيت بعتيبي. كل اللي أعرفه عن قبيلة عتيبة التاريخ المشرف بين قبيلة شمر وقبيلة عتيبة على دور بن رشيد، اللي قريته بالكتب واللي سولفوه لي شيباني. ولكن بعد مشاركتي بشاعر المليون عام 2007 أول عتيبي التقيت به الشاعر فيصل الصواد، وبعده التقيت بالشاعر ملفي بن عون بن أخي الشاعر المعروف عبد الله بن عون، وفهد الكثامي، والشاعر يوسف بن عبد الرزاق العصيمي. صراحة كانوا قمة بالأخلاق ورجال يشرفون بالتعرف عليهم، وكانوا نموذج طيب مشرف عن قبيلة عتيبة. وبيوم من الأيام عزمنا ملفي بن عون على عشاء مختصر، كان جميع الحضور عتيبة إلا أنا شمري ولبنان الدوسري، ما في أحد غيرنا. فقام واحد من العتبان أعجبا صراحة بالتفات طيبة منه، قال: يا الشاهين يا شمري، إن بغيت تزورنا بالسعودية ابشر باللسان عمورك يعطيك تأشيرة. هو يشتغل بالقنصلية هناك، اسمه محمد بن غازي العتيبي. صراحة لفت انتباهي أسلوبه، أنه هو يعرض نفسه للفزع ويبي بدون لا تطلب وبدون لا تسأل، والرجال كان قول وفعل. فعلا جيت للسعودية وخذيت إقامة، بعدين قصدت قصيدة على الأمير أحمد بن عبد العزيز، قصيدة المباحث. بعد أن خذيت الإقامة جلست بالرياض وأجرت بيت من مكتب عقار. بعد يومين أو ثلاثة من أن أجرت البيت ودفعت الإيجار المكتب العقار، جاني راعي البيت، أنا والله ما أدري وشو كان. قال: يا الشمري، والله علي الطلاق أنه ما أخذ منك الإيجار، أنت شمري من العراق، والله أن ما أخذ منك الإيجار، وعشاك الليلة عندي. الوكاد حاولت والرجال طلق، ورضيت أن أسكن عنده أول 6 شهور بدون إيجار. ورا 6 شهور جيت بدفع الإيجار، إلا الرجال صمل على رأيه. صراحة أنا خذيت أغراضي بالليل وطلعت من عنده، لأن ما أرضى أني أخسر هالرجال. الوكاد المواقف عتيبة معي كثيرة ومشرفة وطيبة وترفع الرأس كلها، وكتبت بهم أكثر من قصيدة. وهذا القصيدة صراحة والله ما هي إلا محبة أبدا من شمري، إن شاء الله أنه يمثل كل قبيلة شمر، القبيلة عتيبة من شيبانها لأطفالها. وأرجو أنكم تعذروني إذا قصرت بشيء. أخوكم عادل الشاهين الأسلم الشمري. يا راكب الرنجة الجديدة أخباره، صحيح طبلونه كما الطيارة، أبيك تاخذ لي مشاعر شمر تزفها لعتيبة وأماره، وتقول: يا عتيبة ألا يا عتيبة يا حاصدين الطيب يا تجارة، وتقول: يا الهيلة ألا يا الهيلة يا درع من جاته سهومة الغارة، أعزكم عز بدوي العقالة، عز سويدي للعمودي جاره، وحبكم حبي لشوف الدجلة لا مرة بتكريت عند أثاره، وحطكم فوق العمايم عصبة
لدق ناقوس الزمن بنذاره. ما جيتكم محتاج مال وشهرة، جيت بمشاعر تسطلي فواره. والله يا عتيبه ويشهد ربي مكانكم كبر السما مقداره. لا من عطوا كم يشبهون الغيمة، يمنع عطاهم غيمة مدراره. الطيب بيت وساكنينه واجد لكنهم صاروا جميع أسواره. لا جيتهم من روق ولا برقة، أصغر عتيبي وافيات أشباره. رجالهم كالسيل لا من حدر، ورجالهم كالسد حين امطاره. رجالهم بندق بوجه العايل، رجالهم ديوان به زواره. رجالهم لا جاع مد اللقمة ما بات شبعان وجايع جاره. رجالهم لا جاك جاب الفزعة مثل السيوف الندر البتارة. رجالهم مطنوخ حد الشيمة كسب الغنايم من قديم كاره. رجالهم طح طيح وقت الشدة، رجالهم زحزيح تلهب ناره. رجالهم مليان صدق وحشمة مغروس بالطيب كل أفكاره. رجالهم كالنور وقت العتمة، رجالهم كالنور وقت العتمة يحظ من هو يلتقي بنواره. رجالهم كالزاد لا من جعنا، رجالهم فنجان صح أبهاره. رجالهم كالطير لا من علا يصل كبده لا لمحله شاره. رجالهم معون خيره واجد، رجالهم مكسور مثل جداره. يالله تحشرهم مع أهل الجنة، يالله تسقيهم جميع أنهاره. يالله ترزقهم مكان عالي، يالله تطعمهم لذيذ ثماره. يالله ظللهم بوافر ظلك جملة عتيبة شيبها وصغاره. كلي فخر يومي مدحت الهيلة واسلم هلي مع عبده وسنجاره.